الكأس الإفريقية اللي منظمة في المغرب عرات على كل شيء، ورات حقائق اللي كانت مخفية، وأن ذاك الوجوه وداك الصفحات اللي كانوا كياكلوا طرف الخبز المحتوى على المغرب بينوا حقيقة ديالهم، بينوا الأهداف ديالهم السامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان تحياتي، كي داير الأمور؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد الجو ديال الشتاء والبرد ما يأثرش عليكم نفسيا ومعنويا. كيقول واحد المثل مصري: إن كان عندك للكلب حاجة قول له ينسيك. هذا المثل طبقوه المصريين في الجولة كأس إفريقيا اللي تنظمت في المغرب. نقول لكم كيفاش؟ بطبيعة الحال نقول لكم كيفاش. تخيل أن المصريين في الجولة يعني كأس إفريقيا عندهم واحد الجمهور قليل، واحد 100 200 كاع هكا أقل تقدير، ولكن حيت المغاربة حنان عزيز عليهم العروبة وعزيز عليهم خوا مشاو عمرو الدينه ديال اكادير وبداو كيشجعوا المنتخب المصري بطبيعه الحال. تقريبا كما كتشوفوا 40,000 يشجعوا المنتخب المصري الشقيق بطبيعه الحال، ولكن للاسف المصريين خرج منهم العجب، لا بالاعلاميين ديالهم ولا بالمدرب ديالهم ولا حتى باللاعب ديالهم. الاعلام ديالهم بدا الحرب على المغرب بسبب ضربه جزاء اللي كانت على طنجانيا، واللي بطبيعه الحال كانت غير مستحقه، فيها جدل كثير. ولكن المصريين والاعلام المصري والصفحات المصريه ما شافوش هذاك الجدل. اكثر ما شافوا هو انها كاينه كولسه ودخل فيها القجع، والكاس بغينا يعطيوها للمغرب، وبزاف ما قالوا يعني بينوا على الخبث ديالهم والكره ديالهم للمغرب والكره المغربيه. الجمهور المغربي ديال اكادير ما عجبوش الحال، ما رضاش. في المباراه ديال المنتخب المصري مع المنتخب البنيني، الجمهور اللي دخل كان اكثريه كيشجع البنين. داكشي علاش شفنا رد فعل ديال المدرب المصري من بعد ما انتصروا على البنين بصعوبه 3-1. كان رد غير رياضي وغير اخلاقي، رد من مدرب اللي كيتعتبر هو القدوه ديال اللاعبيه ديال المنتخب المصري. ولكن واش غنشوفوا شي عقوبه من الكاف ولا لا؟ كيف ما كانوا عاقبوا السيد وليد الركراكي المدرب ديال المنتخب المغربي في الكاس الافريقيه اللي فاتت. وفي هذا التصريح الغريب وطفولي ديال اللاعب تريزيكي اللي كيتعتبر محترف، اللي كيقول فيه بانه هو غادي يخلص التذاكر للجمهور المغربي. لكن في هذا الفيديو بغيت نعاتب داك المؤثرين ديالنا، المؤثرين المغاربه اللي معروفين في السوشيال ميديا. علاش ما خرجتوش تدافعوا على بلدكم؟